بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا قصة جميلة صاحبتها ترويها بنفسها، إن شاء الله نسمع تفاصيلها وانتبه لكل التفاصيل إن شاء الله. الله يحييكم ويبارك فيكم. بدي أنوه إنه إحنا اليوم الآن أنا أسجل هذه الحلقة اليوم أنا ب14 الشهر، يوم الأحد 14 صح 14/12/2025، لكن الحلقة هاي رايحة تنزل ب 23/12 لأنه صرت مسجل حلقات إلى الأمام. فأصحاب القصص قد يتوقعوا أن قصتهم بعد ما يبعثوها أنه بث ثاني يوم يسمعوها، لا، أنا ماشي تباعا. والآن هذه القصص قد وصلتني قبل أيام اللي ننزلها، هذه القصة قبل أيام نزلت، فأنا ماشي بالترتيب القصص التي تصلني، وهكذا إن شاء الله بالنسبة لهذا الموضوع. فترقبوا قصصكم خلال مثلا أسبوعين 3، لا بتعلق، لأنه ضغط القصص ما شاء الله تبارك الله، وهناك في أسئلة وهناك في وقفات. أهم شيء إحنا نتعلم كيف نبلغ آية وكيف نعرف الله جل جلاله من خلال هذه الآية. نعم. ونقطة أخرى، أنا سأخذ على عاتقي أن أتكلم عن هذا الموضوع كل الوقت، إنه بدي أبين هاي النقطة عشان الناس تنتبه. نقطة الخلاف التي بيني وبين المشايخ عن، لا نتكلم، احنا نتكلم عن الاستغفار. جميل الاستغفار، يأتي بالأرزاق، يأتي بالخيرات، هذا كلام جميل. نقطة الخلاف هي بالتفاصيل، كيف أطبق الاستغفار الذي يأتي بهذه الثمار. فطريقة تطبيقه هي تنظيرية، يعني إن ما طبقوا، إن يظنوا أنه هكذا يطبق. تستحضر الذنب، تستحضر القلب، تستغفر 70 مرة، نعم، ويأتي لك بالأرزاق والخيرات. اسألوا للشيخ: هل وجدت من استغفارك شيء؟ هنا يكمن السر. ونحن نقول، وفوق ذلك، أننا أمة، هم يقولوا إن هذه الأمة في بلاء، أو إذا أصابك شيء فأنت في بلاء، وهكذا. أما أنا أقول والفضل كل لله. طبعا معي جيش من الشهادات، جيش جرار من المستغفرين الذين وجدوا بفضل الله. أنا أقول إنه علينا بالإكثار باللزوم، وأنا بعطي يعني هيك لمحة ما هو الإكثار، أو ما الذي يحقق لي لزوم الاستغفار. يعني 20-30 ألف استغفار في اليوم، ومش 70. فصلنا بهذا الباب 2200 حلقة. الذي يقول لي طيب شو مع هذاك، يفوت على القناة ويتفقد ماذا تكلمت بال2200 حلقة. وإنه هاي الأبواب أنا اللي بتكلم عنها مهمة جدا جدا، لأنه نقطة الخلاف بطريقة تطبيق الاستغفار، لأنه بطريقتهم لا يقطف ولا شيء، ويعني يتعب ويرهق الذي يريد أن يلزم الاستغفار. ما في خارطة الطريق. فهنا أنا بقول لك أنت لست بحاجة لاستحضار ذنب، ولا استحضار قلب، ولا وعليك بالإكثار باللزوم حتى تحقق لزوما لازم الاستغفار. ولنا في أبو هريرة قدوة حسنة 12,000 استغفار، ونحن نزيد أكثر من هيك، نعم، حتى نحقق اللزوم بالليل والنهار. ونحن أمة في عقاب. إذا أصابني شيء من الهم والنكد والحي، خليني أتفقد ما الذي بيني وبين الله من ذنوب، فأتركها وأتوب إلى الله وألزم الاستغفار. مفهوم؟ وأنا لست بحاجة لا لاستحضار ذنب ولا استحضار قلب، ولست بحاجة للصوت يسمعني كل من حولي. الله يبارك فيكم. والأعداد كبيرة جدا، بس بعطي فكرة تقريبية: 20-30 ألف، 25 ألف، 17 ألف، 40 ألف من الاستغفار بصيغة أستغفر الله. هاي مهم جدا أني أنا سأتكلم هذا، وأخذ عهد على نفسي أني أتكلم في كل باب. هاي هي نقطة الخلاف، وكيف نقرأ سورة البقرة وكيف نحقق سورة البقرة. لما بتطبق يا شيخ يا متابع ستجد، طبق ما
انت يا شيخ طبق ماذا تقول للناس واخرج لهم قل انا وجدت كذا، وانا بطبق ونشوف مين الذي سيحصد الثمار، علما انه عندنا شواهد، عندنا عشرات آلاف الشواهد يعني حقائق من المتابعين الذين وجدوا من استغفارهم ما وجدوا. اقرأوا التعليقات، وأطلب من كل المتابعين دائما اكتبوا تعليقاتكم. وكثير من المشاهدين يشاهدوا ولا يضعوا لايك، بتكون الحلقة عليها 16,000 و20 و30 ألف مشاهدة على سبيل المثال، ترى 1000 لايك، أين راحوا ال 19,000 مشاهد؟ ليش بتحطش لايك؟ طب انت هيك بتخلي اليوتيوب ينشر أسرع وأكثر، تصل إلى كل من يبحث عن استغفار، ترى ان هذه القناة اول ما تأتي امامه. والدال الخير كفاعله، وكم من متابع جاء لانك انت دونت تابع محمد حجازي، واللايك كمان يعمل كذا، وتعليقك يثري القناة، فلا تبخل على نفسك لانه بالاخر اجر الك. يلا نسمع هذه القصة كمان مرة. انا ما بسبش المشايخ يا جماعة، وانا لا اقلل من شأن المشايخ، لكن انك انت تيجي تغلط متابعين جدد بما لم تطبق، انا هذا لا اقبله. انت بتغلطهم بحسن نية، يعني مش انه انت جاي تخرب الدين. انا بحكي عن الشيخ، لا انت مش جاي تخرب، انت ما طبقتش عشان هيك بتعرفش. هنا كلاعب كمان مرة، كلاعيبة كرة القدم كلياتنا ما شاء الله هديفي بالجمهور، بما اني لا اشاهد كرة قدم انا، لكن كلياتنا بالخارج هديفي بصيروا يسبوا على شو بيقولوا له هذا الجوالجي، احنا بنقول له اللي بيلقى حارس المرمى، بصير يسبوا عليه كيف فاتت الطابة منه. طيب انزل انت بفوتوا كل الطباطة براسك كمان. فهيك احنا لازم نحقق، نعيش الاستغفار، نعيش سيرة البقرة، ونشوف ماذا وجدنا. والحكمة ضالة المؤمن. كانت عندنا مجموعة، كنا هكا مجموعة من النساء، كنا أخذنا. السلام عليكم أختي مريم، معك أخت مغربية تعيش في إسبانيا، عمري 37 سنة. سأحكي لك قصة عن الاستغفار قبل الاستغفار ومن بعد الاستغفار. ما يزيد عن سنة وشهر وأنا مستغفرة. صراحة قبل الاستغفار أتت علي أيام يعني لم أعد أحس بطعم الحياة، لا شيء يسعدني، لا شيء، حتى عبادات تقرب الله لا أحس بطعمها. بدأت أبحث في هكذا، أخذ دورات في الطاقة، في يعني في التنمية البشرية، دورات، كورسات. صرفت الكثير في هذا المجال، ولكن لا أجد وأطبق، لا أجد وأطبق، لا أجد، حتى مللت وتركت كل شيء. يعني كانت حياتي من يراني من خارج يظن أني بخير، لكني لم أعد أحس بشيء يسعدني. الحمد لله كانت حياتي ميسورة، اللهم لك الحمد والشكر، ماديا اجتماعيا علاقتي، يعني عندي أبناء الحمد لله متزوج، لكن هذه الأمور لا تعد تسعدني أو تجعلني مطمئنة. راحة البال ذهبت. حتى قلت لك مع الأخذ الكورسات مللت من كل شيء، لم أجد شيء منها في هذا المجال. يعني صراحة سنوات، ممكن 5 سنوات وأنا مع الفيديوهات، طاقة البشرية، كورسات، لا أجد شيء. تركت كل شيء، مللت من هذه الأشياء، ولجأت لله سبحانه وتعالى متضرعة: يا رب بين لي الطريق الصح. قلت لازمت دعاء: ربي أريني حق حق وارزقني اتباعه، وأريني باطل باطل وارزقني اجتنابه. يا ربي بين لي الصح من الغلط. لم أعد يعني لا أريد أن أبقى تائها في هذه الدنيا. كنت أقول ربما ما تبقى من عمري هكذا سيبقى، يعني سألقى الله بهذا الإحساس. كنت أفضل أقول لو كان ما تبقى من حياتي هكذا الموت أحسن. إنسان ظننت أن ليس هناك مخرج، وتضررت الله سبحانه وتعالى. كنت أريد أن أفعل أشياء تقرب من الله. مثلا بدأت أدرس نساء في المسجد هنا، يعني اللغة العربية، وكنت أريد أن أعمل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. كنت كذلك أبحث عن طعم شيئا، يعني مثلا صدقات تحسني بأنني مثلا أرضي الله أو أحس بالراحة، لكن كذلك لم أجد.
حتى يعني سبحان الله أتت، كانت عندنا مجموعة، كنا هكا مجموعة من النساء، كنا أخذنا أحد الدورات التنمية البشرية. كانت لنا أخت هكذا دخلت علينا في المجموعة وكلمتنا عن الاستغفار وسورة البقرة وماذا وجدت، وهذا الخلل أو هذه المعاناة التي نعانيها مثلا أسبابها ذنوب، وبدأت تتكلم عن مثل هذا الكلام. صراحة شدني هذا الكلام، وذكرت قناة أبو محمد الحجازي، ودخلت إلى قناة. انتبهت ان ذكرت قناة محمد الحجازي فدخلت على قناة محمد الحجازي. شايف كيف بتأثروا؟ هي صاحبة قصة، هي أخرجتم نفس، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. كانت في علوم الطاقة، بتعرف شو علوم الطاقة؟ كانت كافرة. علوم الطاقة كلها كفرية، انت تمارس الكفر. فشفت انت شو عملت لما انت تابع محمد الحجازي؟ والله لا أزكي نفسي بشيء أقسم بالله، لكن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا، والفضل كله لله. كمان مرة ما فوق التراب تراب وأنا لا شيء، بس بدي أبين لك إن هذا الأمر عظيم، أن تلزم وتطبق فتجد فتخرج فتتكلم الناس ماذا وجدت. صراحة أقنعني الكلام كثير وشدني إليه، وعرفت أن الله استجاب لي الدعاء الذي كنت أقول يا رب أريني الطريق الصح، بين لي أين الصح، أريد رضاك. كنت دائما أدعو هذا الدعاء مدة ممكن 16 شهر أو 7 أشهر، وأنا كنت أدعو الله سبحانه يبين لي. يعني ظننت، عرفت أن هذه هي الطريق، وأخذت استغفار بقوة، صراحة بقوة. في الأسبوع الأول أظن، يعني صراحة أتى لي الشيطان في الحلم، وكان يريد أن يؤذيني هكذا، كان خلفي يريد أن يجرني من شعري، وكنت أقول من في خلفي، من أنت. كان يختبئ حتى لا أرى. عندما رأيته كان وجهه بشع والله، مخيف، كان حلما مخيفا صراحة. قال لي لم تعودي تخافي مني، هكذا كلمني والله العظيم، والله يشهد على ما أقول. هل لم تعودي تخافي مني؟ عرفت أن في طريق الصح، بأن الشيطان يهاجمني. هكذا يعني بقيت على الاستغفار، وبعدد كبيرة كنت أصل يعني 30 35 38، لا أنزل على 30,000 يوميا. وكان صراحة كان ينقبض قلبي، وكانت في الأول أحاسيس يعني غير جيدة، ولكن كنت أعلم أنها من الشيطان، خصوصا أن الحلم الذي حلمت أن الشيطان يعني كرهني، قال لي أنت لن تعودي تخافي مني. من بعدها صراحة كانت تأتيني وسوس أن هذه الطريق كذلك ستضلني هذه الطريق، لن تجدي شيئا من استغفار، تكرار فقط. أحدهم يعني من الناس الطاقة وما يا جماعة كيف الموضوع إنه تكرار، لما أنا علي أهم شرط في الاستغفار أن أترك ذنوبي؟ كيف إني فقط أنا أكرر؟ أنا لا فقط أكرر، أنا أترك ذنوبي، أخلع ذنوبي، أنتظم، أمتثل لأوامر الله، أنتهي عن نواهيه. وأنا أعرف في قرارة نفسي إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب، فأنا أترك الذنوب. كيف إني فقط أكرر؟ والله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال من لزم، فأنا أكرر نعم إني، لكن خالع للذنوب، مش كلمة أقولها وأنا عمال أسرق وزني وأغني وأرقص. تحياتي. يتكلمون عن التنمية البشرية، كان يقول هذا ببغاء، هالطريقة يعني الاستغفار، وببغاء الذي يعيد الكلام، أستغفر الله الطريقة ببغاء. كنت يعني دائما كنت أسمع هذا الكلام قبل اكتشاف الاستغفار، يعني بطريقة بهذه الطريقة يعني لأبو محمد الحجازي. وكان يأتيني يعني الشيطان بهذه الوساوس، وكنت وأتضرع إلى الله، كنقول يا ربي بين لي الصح، هل أنا في الصح؟ يا ربي هل أنا في الصح؟ لا أريد أن أضل كما أضلت قبل. والله ربي كنت أدعو، قل ربي أمطرني إن كنت على صح، أمطرني يا ربي.
والله أمطرني الله سبحانه وتعالى وأمطر استغفار، وارتحت كثير، عرفت أني في طريق الصح ولزمت استغفار يعني بقوة. مرة ممكن شهر هكذا و... ودعوت والله إن كان علي أن أخذ سورة البقرة، يا رب اعطني إشارة حتى لا أضل، يا ربي أنت بين لي كم سأخذ سورة البقرة، كم يا ربي كنت أدعو في رؤيا. الحمد لله والله رؤيا جميلة جدا جدا والله. إنسان يعني صراحة في رؤيا أن الله سبحانه وتعالى بين لي أني في طريق خضراء، طريق طويلة خضراء، وكان الصوت بأن قراءة سورة البقرة مرتين. صراحة استيقظت يعني سعيدة وقلت الحمد لله ربي بين لي كم سأقرأ سورة البقرة. بدأت بمرتين سورة البقرة، كان أظن 4 أشهر، نعم 4 أشهر وأنا أقرأ سورة البقرة. يعني أخذت مثلا حكة كانت تأتيني، حكة غازات، أحلام مزعجة، كانت بعض الرؤى يعني غير جيدة، لكن كنت عارفة أنها من الشيطان، هجمة الشيطان، واستمريت. أتى رمضان يعني 2025 كان أحلى رمضان في حياتي صراحة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كنت يعني ختمت مرتين وفي حياتي لم أختم مرتين، ختمت مرتين، وقراءة سورة البقرة مرتين، ومع استغفار وأوراد أخرى كذلك ضفتها في رمضان. كانت أيام عشر الأخيرة كانت رائعة بقيام، الحمد لله فضل الله سبحانه، وكل لله كنت أحمد الله كثيرا والشكر أن ربي هداني إليه. والله عرفت معنى أن ربي يهدي من يشاء، هذا الآية فهمت كثيرا، أن الله يهدي من يشاء، والحمد لله فضل الله. يعني طمأنينة، سكينة، راحة البال، هدوء. يعني بدأت الحياة تشرق، يعني أحس بطعم الأشياء ولو كانت قليلة، أحس بطعمها. ولو مثلا قبل كنت يعني أسافر وأشتري وأفعل لا شيء ليس له طعم، والآن يعني ممكن أجلس في بيتي يعني مع أبنائي وأنا مطمئنة راضية حامدة، اللهم لك الحمد. في رمضان طلبت من الله سبحانه وتعالى إن كان لي خير في سورة البقرة 4 مرات، يا ربي بين لي، يا ربي إن كان لي خيرا في بين لي. مرة رمضان يعني قلت أنا سأبقى في مرتين، لا خير في مرتين، لن يعني أخذ 4 مرات. مرة أسبوع سبحان الله، والله رأني سبحان الله في رؤيا أن علينا أقرأ 4 مرات سورة البقرة. والله كانت رؤية جميلة جدا كذلك، يعني لن أحكي تفاصيلها حتى لا يكون الفيديو الصوت طويل. كانت رؤية جميلة أن ربي بين لي عليه أقرأ سورة البقرة، والحمد لله ربي يستجيب لي، أدعو الله يستجيب لي، اللهم لك هذا فضل الله. عرفت أن لي خيرا في سورة البقرة 4 مرات. عندما قرأتهم 4 مرات أتت يعني أشياء كثيرة سبحان الله، إسهال، رؤية جميلة، أحس أن جسمي يتنظف كذلك، عقلي سبحان الله، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. من بعد يا سبحان الله ربي ابتلاني هكا، كان عندي ألم في بطني يعني، وذهبت إلى الطبيب، شخص لي بأني ممنوع علي أن أكل يعني فواكه، يعني سكريات الفواكه الطبيعية مثل التمر، العسل، الفواكه بأجمعها. يعني أمعائي تحسست، لم تعد تقبل هذه السكريات. وكذلك مشتقات الحليب. قلت الحمد لله خير، لعله خير يعني سبحان الله هذاك. وكذلك الطبيب قلت له يعني كم المدة سأتوقف أو هناك علاج؟ قالت لي مدى الحياة ستتوقفين عنهم مدى الحياة. يا الله، وأنا أحب الفاكهة، يا الله. قلت الحمد لله لعله خير، والله في قلبي كنت أقول لي سيشفيني ربي، والله سيشفيني وأرجع أكل هذه. لن إن شاء الله بإذن الله سأرجع، رغم يعني الطبيب قالت لي ممكن أنك لن ترجع يعني تأكلها من جديد. وكانت سبحان الله كنت زرت طبيب أخرى قالت لي لا ممكن،
يعني توقف عليها واحد مدة مثلا 3 أشهر وابدأي يعني تضيفينها قليلا وسترى إن شاء الله بخير. المهم الحمد لله أخذت الأمر وطلبت من الله أن يجعل يعني ممكن أن أشتهي هذه الأكلات حتى لا أضر نفسي، يعني فاكهة في المنزل وأنا أحبها مثلا ألا أخذها، يا رب شد نفسيتي عليها. الحمد لله كانت نفسيتي صراحة نفسية مطمئنة، يعني فاكهة في البيت لن أخذها، يعني لن أذوق شيئا، سأخذ بالأسباب ورب الشافي. الطبيبة الثانية قالت لي يعني مثلا الأولى قالت لي لن تعودي تأكلي يعني مدى الحياة، لكن الثانية قالت لي توقف عليه 3 أشهر، وأخذت بالأسباب. قلت يا ربي سأخذ بالأسباب، لن أكلها 3 أشهر هذه الأشياء، يا ربي سأخذ أسباب الشفاء عندك وإن شاء الله. وكان يقيني بالله، كنقول ربي سأرجع أكلها. يعني سبحان الله أنا أذهب إلى السوق أتسوق وأشتري فواكه لأبنائي يعني لبيتي، ولكن لا أكلها، ولكن سبحان الله كان يقيني ربي أني سأرجع. مرت يعني شهور هكذا، سبحان الله. الله بفهمنا انتو بين يديكم نعم كثيرة، كيف انك تنحرم من اكل الفواكه؟ كيف ممنوع تاكل فواكه، تطلع عليها احب الاشياء اليك، فهاي نعمة انت مش منتبه لها، انتبه. أتتني عزومات فرحين، والله عزومات فرحين أقرب الناس إلي، واعتذرت يعني قلت لهم لن أستطيع أن أتي إلى فرحكم، واعتذرت وأطلبت الله سبحانه، يا ربي كنت أدعو إن كنت تعلم يا ربي هذا العمل لوجهك الكريم لن أذهب يا ربي لرضاك، مكان ليس فيه رضاك لن أذهب إليه. كنت أطلب الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الأمر يرضيك يا ربي الحبيب أرضيني واشفيني واجعلني يا ربي أرجع كل مرة أخرى يعني الفاكهة ومشقات الحلوى، يا ربي أرضيني إن كنت تعلم هذا العمل سيفعل. يعني دعاء كان مترددا في هذه الأيام بهذا الشكل. وسبحان ربي جعل في قلبي أن كانت عندي قوة، ويعني وتكلمت مع يعني الناس الذي يعزموني بقوة بأني لا أستطيع شيئا أكثر. صراحة كان في قلبي رفض تام للذهاب، رغم يعني كل العائلة تتذهب والمعارف، لكن يعني أنا لوحدي لا. قلت لهم يعني في قلبي هذا الشيء، في قلبي أكرهه لن أستطيع. وكانت بحط الطمأنينة والسكينة والحمد لله فضل الله الحمد والله. يعني ترى حياتك كيف تتغير تدريجيا، سبحان الله. يا ربي يجعل لك يعني في قلب شيئا كنت تحبه يكرهه لك، شيء تحبه والناس تظن أن الناس من الخير يشهدوا أنك تحرم نفسك من هذه الأشياء، مثلا عزومات فرح نشاط أو مثلا مجالس مهم ضحك، لكنك أنت في قلبك مطمئن. ربما أنا كنت أظن هكذا كذلك مثل هذا الناس قبل أرى مثلا أخت أو أخ يعني أشياء لا يذهب إليها أو لا يفعلها، أقول أنه يحرم نفسه، لكني لم أكن أعرف أنه هو في ألد في راحة في طمأنينة. يعني سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله في تلك الدعوات كنت أدعو الله أن يشفيني. سبحان الله هكذا كنت يعني في المطبخ ممكن يعني أعطي لابني فاكهة وفي قلبي أني ذوقها يعني ولو قطعة. أنا يعني صراحة تركتها مدة يعني ما يزيد عن شهرين ونصف، تركته يعني الفاكهة ومشقات، لكن سبحان الله في ذيك اللحظة شيء في قلبي يقول لي خذي ولو قطعة، ذوقي قطعة. صراحة أخذتها والله حسيت بالألم في بطني وقلت الحمد لله الخير القادم والله سيشفيني الحمد لله. سبحان الله مرت ممكن يومين هكذا عودت نفس الحالة، جاء في قلبي أن أخذ قطعة من الفاكهة، والله أخذت قطعة ثانية لم أحس بشيء. يا ربي ما هضمك كيف شفاني ربي، بين لي أن أخذ مرة الأولى قطعة من الفاكهة يبين لي أنك ما زلت تتألمين، وبعد يومين غفرني رب كل شيء. والله سيد ربي شاكرة يا ربي ما أعظمك، كيف رضيتني أنا تركت هذا المكان أن أذهب لفرحين.
فرحنا بعده ليرضه واتسني في صحتي. كيف حرمت من العسل والتمر والفواكه، أشياء جميلة حرمت منها، والشقة الحليب بأجمعها. كيف شفيتني يا ربي، لك الحمد. والله لم أصدق، أكل فاكهة الأولى والثانية ولا يضرني شيء، أخذ ثمر عسل، شربت الحليب، الحمد لله الحمد لله. يعني سبحان الله، معجزة ربي يبين لي أني ما زلت مريضة. ذوقي أنك ما زلت مريضة، لا تظني أنك الوقت يعني هكا. فهمت أن الله يعني يبين لي أنك تركت الفاكهة مدة مثلا أكثر من شهرين وأنك شفيت. لا، جعلني أن أذوق فاكهة ويؤلمني، ومن بعد يومين أذوقها مرة ثانية ولا تؤلمني. الحمد لله، هذا من فضله. والله يا أخوات لازم استغفار ولا تيأسوا. هذه الحكاية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإحنا مش منتبهين. نبكي على دين، نبكي على شيء، وعطلوا هذا الدين، عطلته ذنوبنا، وهذا الحرمان سبب ذنوب. التي أحكيها لكم يعني فقط شهر قبل شهر هذه. يعني أنا مستغفرة من قبل يعني سنة. نعم سنة. نقطة. لو شخصها شيخ شو بده يقول لها؟ اصبري فأنت على خير، اصبري فهذا الله يرفعك مكانا عليا. نعم سيقول لها أنت في بلاء، اصبري، الأنبياء أشد بلاء ثم الذين يلوه. فقط لا ربما لأنها بتصلي، هاي مشكلتنا، كل شيء بلاء مش فيش ذنوب. سنة والآن يشفيني ربي وشفاني الحمد لله. كانت عندي كذلك أمعاء. يعني السؤال كم ستعاني هذه المرأة لو انه على همة اللي بده يقول انه احنا في بلاء او استحضر ذنب استحضر قلب، كم ستبقى كل حياتها هيك؟ الحمد لله رب العالمين. عندي حمود الحمد رفعني، اللهم لك الحمد. وهذه المرة الثانية ابتليت وأنا مستغفرة وربي وحمدت ربي، وكان يقيني ربي، والله يقين. يعني ربي يجعل قلبك دائما متعلق به، وأنا في نعمة. يعني سبحان الله، اليقين كان ما لا شيء ما كان ليس كان في قلبي معنى اليقين، لكن الحمد لله أعيش في يقين. كل شيء أفعل وأقول ربي سيفرجها، أي شيء يحصل لي سأقول والله لعل يا ربي سيفرجها. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا كله من فضل الله. سأكمل القصة، سامحوني على طلت أختي مريم، ممكن أن تجعل لي يعني أن تختصري قصتي بصوتك، ولكن كانت يعني في مواقف كان علي أذكرها. سبحان الله، هكا يعني كملت يعني استغفار. أنا حدي الآن مستغفرة في سورة البقرة 4 مرات، ولكن مؤخرا بدأت أنزل في سورة البقرة الآن أقرأ 3 مرات مع استغفار بين 15,000 15,000 20,000 25 هكذا، الحمد لله بفضل الله. وكذلك بالنسبة لي سبحان الله عملي في المسجد مع النساء أدرسهم، والله صار أحلم. يعني أحس بهذا العمل لوجه الله، يعني أستيقظ وأذهب وأنا أعطي ما يعني مش وسعي، والحمد لله. يعني أحس بطعم هذا العمل، أحس بطعم، يعني أبلغ رسالة مع هذه النساء، بينت لهم استغفار وقصصهم قصتي. يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبهم استغفار. وكذلك هناك مجموعة أخرى أستاذ يعني تدرس نساء في المسجد كذلك قرآن. حكيت وهم في هذه اللحظة يعني يقرؤون سورة البقرة يحفظونها، وحكيتهم عن فضل الاستغفار سورة البقرة، وكلمت يعني معلمتهم على الاستغفار. ممكن صراحة وجدت بعض الرفض أو يعني الكلام بدنهم أنهم غير مقنع، لكن فعلت ما علي وبينت لهم، وكذلك بلغت أهلي ويعني جيراني هكذا وأصدقائي عن فضل الاستغفار. والحمد لله يعني سبحان الله، استغفار هو نعمة لن أتركه مدى الحياة، حتى في آخر يوم في حياتي والله لن أتركه. أحسها كأن سبحان الله ينقذك
صرت سبحان الله أي شيء أريد أفعله أطلب الله أن يبين لي. يعني أي حتى مكاني في الطيارة أو جلوسي في يعني في الطيارة أسافر يعني كثير فيها أقول يا رب أجلسني في المكان الذي يرضيك، خصوصا يعني عندما أسافر مثلا وحدي لا أعرف أن يعني أمام من أجلس، النساء أو الرجال، أقول يا ربي أنا لا أعرف أين سأجلس، يا ربي أجلسني في المكان الذي يرضيك. والله أذهب وأجد مكان بين النساء مرتين، يعني سبحان الله سافرت لوحدي سواء في ذهاب أو يعني في الرجوع، طلبت الله أن يجلس في المكان اللي يرضيه، دعني يا ربي في المكان اللي يرضيه. والله أجلس بين النساء وأحمد الله وأشكرك، أقول يا ربي ما أعظمك. يعني سبحان الله أجد الله في كل شيء. سبحان الله. كذلك حصلت لي، كنت في مصعد، صعدت هكذا في المصعد، كنت سأصعد لطابق 10، كنت ذهبت لزيارة أحد المرضى وصعدت أنا وحدي، ومن بعدها دخل رجل معي في المصعد ولوحدنا، والله انقبض قلبي. كان علي أن أخرج، لا أنا تتيح لي فرصة كيف أخرج، يعني أدخل الرجل ويعني ضغط على الزر، والله تلك الباب المصعد يعني تغلق وتفتح، المصعد لم يرد لا يتحرك، يعني الباب يعني تغلق لكن المصعد لا يتحرك. ترجع تلك الباب تفتح، يرجع الرجل يضغط على الزر، ترجع الباب تغلق وتفتح 3 مرات على هذا الحال حتى نزلت والمصعد يصعد لوحده. سبحان الله، أنا نزلت والرجل يعني يبقى في الداخل، حتى نزلت أنا في ذاك اللحظة عرفت ربي أنقذني من هذا الموقف. نزلت والمصعد صعد. سبحان الله، يعني كونوا مع الله ربي يكون معنا، والله نكون مع الله ربي لن يخيبنا، سيرضينا والحمد لله. رغم يعني تكسير، يعني إنسان هذه الحياة ونحن في الدنيا نفترض تكسير، يعني تأتي اختبارات هكذا، ولكن كيكون يقينك بالله أن سيفتح عليك وسيبشرك وسيعطيك سبحان الله، يرضيك في أهلك وفي أبنائك. الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى. سامحوني على الإطالة، سامحوني كثيرا، وشكرا الأخ لأب محمد الحجازي، أبي غير السلام، الله يحفظه ويشفيه ويطول في عمره. يعني صراحة رجعت مدمنة على الاستماع فيديوهاته، والله مثل أبي، الله يطول في العمر ويحفظه لنا. وشكرا أختي مريم، الله يجزاك بخير. وأقول لأخواتي التي يعني يسمعون قصتي، لا تتركوا استغفار، لا تتركوا الصغر، لا تملوا، والله سيرضينا، لكن أتوا بالله بقلب سليم، اذهبوا إلى الله وأنتم نادمين على الذنوب، وترك الذنوب، ترك الذنوب أهم شيء. لا يعني استغفار بدون ترك الذنوب الله لن تقطفوا ثمار الاستغفار. بترك الذنوب وتوسل إلى الله أن يعيننا على تركها، لأننا وحدنا لا نستطيع. يا ربي ادعوا الله أن يجعل بقلبكم أن يكرههم يعني في جميع الذنوب، في جميعها، يعني لا تسقطوا في الذنوب. بالنسبة لنا نحن النساء يعني السلام التسليم، يعني نسلم عن مثلا الرجال أو عرس هكذا، أو غيبة أو نميمة أو تبرج، هذه أشياء تركوها واطلبوا الإعانة من الله يعينكم على تركها. والله أتوا بالله بقلب سيكونوا صريحين مع الله، نادمين على ما فات وبترك الذنوب. الله يجزيكم خير الجزاء، والله يسعدكم ويعطيكم ما تتمنوا في حياتكم. شكرا لكم جزيلا. جزاك الله خير أختي الكريمة. بس بدي أقول ليش هاي الأخت وصلت إلى علوم الطاقة، لما في عنا مشايخنا بقولنا 70 استغفار يأتي لك بكل الخيرات، فلماذا لا يعني يعلم الناس ماذا وجدوا؟ لأنه شفت أنت يعني عندما نصحت الأخوات اللي بيعلموا قرآن في المسجد بالاستغفار طعنوا في الطريقة، فهمت ليش؟ لأنه الذي يقف في المرصاد لاستغفارنا المثمر، استغفارنا المثمر واستغفارهم الغير مثمر إطلاقا ما فيش يعني عندنا حقيقة يعني يملكوها من إنه وجدوا من استغفارهم شيء، يقول لك لم يثبت، خلاص بوقفوا بوجهك، والناس بتتبعهم لأنهم هن أهل الدين. هيك مين أنت؟ أنت جاهل وهن أهل الدين، فكيف يأخذوا برأيي ولا يأخذوا بآرائهم؟
والطامة الكبرى إذا أخذوا في رأيهم ستبقى هذه المرأة مريضة إلى أن تموت، ستبقى ممنوعة من الأكل بسبب أنه 70 مرة استغفار. شوف لما نزلت تغير الحال معها بالاستغفار فارتفعت كمان مرة، والله جاء لها بالرؤى كيف تلزم الاستغفار. عذرا إخوتي، هذا موضوع حساس جدا جدا. حب مين بدك، ولكن حب الدين والنصح للمسلمين ويتغير حال المسلمين والثقة في دين الله أهم من كل الناس. فالله يحييكم ويبارك فيكم، وانشروا هذا الكلام، دونوا في كل المواقع. السلام عليكم. لا تنسوا اللايك والتعليقات وقصصكم. كمان مرة احنا بس بننبه، انهم لم يطبقوا ونحن طبقنا فوجدنا، فعليهم ان يطبقوا ما يقولوا حتى يخرج الناس يقولوا كيف طبقوا وماذا وجدوا، ولا يبقى الكلام فقط كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأنهم يعني أشد ضلالا على الناس، لأنهم يظنوا أنهم على خير.